النهارده بقى جايبه لكم وصفه من الاخر، وصفه النايتي. الاطفال والكبار بيحبوها. عملتها بسهوله جدا من غير لا كيك جاهز ولا كيك سبونج ولا اي حاجه. الكيك اللي قدامكم في الصاج ده دي كيكه الشاي اللي احنا عملناها الفيديو اللي قبل كده. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الفيديو، تحت الفيديو ده. مقاديره كانت بسيطه وسهله. عملت لي الصاج ده وعملت لي كب كيكس 12 كب كيك من اللي هم الميني صغننين دول. كانت ممكن تعمل لي 2 صاج، يعني كان ممكن اعمل 2 صاج منها، بس انا ما كنتش عايزه نايتي كتير، يعني كنت عايزه اجرب حاجه تانية. فتمام، عملت 12 كب كيك و12 و12 قطعه من النايتي. الصاج دخل الفرن، فردت العجينه وحطيت شويه عجينه كاكاو عليها كاكاو، وعملت بيها الخطوط اللي انتوا شايفينها دي. جبت مربى ونوتيلا بيضه. النوتيلا البيضه مهمتها بس انها تمسك لي الطبقات في بعض. ما عندكيش بلاش، المربى هتمسكها عادي. حطينا طبقتين فوق بعض. انا قسمتها بالعرض كده، شلت الزيادات، سويت القطع، وبعد كده رحت يفترض تدخل التلاجة تستنى شوية وبعد كده تطلع. انا بشتغل على طول. قطعتها قطع كده زي الجاتو. ممكن تقطعيها اصغر لو انتي حابة. لو هو عيد ميلاد ممكن تقطعيها 3 في 12 في 6، هتطلع لك عدد كويس وهتقضيه. القطعة كانت كبيرة، كانت حلوة، اكبر تقريبا من اللي احنا بنشتريها في الشارع دلوقتي. طعمها كان حلو. بصوا السفنجة ازاي، بجد الوصفة كانت رائعة. جربوها هتعجبكم جدا. باي باي.